من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 36 ذي الدروس من فقه السنة النبوية. الموضوع بوسع وحدة الأمة. أيث مثلا أي نختار الموضوع كي وحدة الأمة ثذوك لي الأمة لانت سبات طاس أثنتي دينا غير التمهيد من بعد لانت 4 نقاط أماكن موالفين أنت نشرح إن شاء الله يوث أنبذو ذي المقدمة دنيني أي نختار الموضوع كي وحدة الأمة. ماد نتمسلاي الدروس فقه السنة النبوية بلا شك أنحويج أن السنة شو دنا السنة ذي الظليث ذي رمضان ذي الزكاة ذي الحج ذي المعاملات الاقتصادية التجارية أين يعني التجارة أين يعني البيع والشراء أين يعني ثقيك نحواج أن السن هدي النبوة يعني أذري ذي ينجر النبي صلى الله عليه وسلم ذي ثمسلاقي مرة ولكن يشبه ربي ثمثالتاكي يعني أن الأمة سي ثمثال ثيم قرانين وميفكر ربي غزال وميفكر النبي صلى الله عليه وسلم غزال وميلاق نكوني يسنف كزال خاصة ذي الوقت ذي نتعيشي أسا زي كيف مثل قرن ذي المثل ورنساي ثاكمة تسمحقور نهي درسني عداني بدنا نهضر في ثاكمات الأخوة في الإسلام المثلاقين نتي دي مزورة ورنساي ثاكمات محقور إمذانا ديننا ولاقي فوذن الشاظن اللوزن ثاكمات الأخوة وقادينا ولاقي الزران باللي بلا ثاكمات ذي المحال مذان أذي يخدم الرسالة ينس ذي الدونيث ذي المحال أما تظليث ما إليه ماكر ثماك أتسعود الكوراج أتسعود الفوذ أتسعود فادن سارت كمالض ما تخدم ذا الصلاح تخدم ذا الخير ماشي سفوسيك باش تبنو ذا الجامع ماشي يوناث يفنون يوناث يفكر الراي يوناث يفكي غيليس الجهديس ذا ما صوتنا ذا مانوفر ذا خدام وهذا ديفكا ذريم وهذا ديفكا الرمل وهذا السيمان وهذا الزال ستاكمتاكي ستعاوناكيني راه يفنوا الجماعة ونزمير نخدم أين يلهان للصلاح ذي الدونيث بلا ثاكمات بلا ذوكلين أي ثمثن ذا قرن المثل وايض قرن ورن الساي ثارفاث وريت تغيمي ثجماث ذا المثول مزورة ونور نسعي ثارفاث وريت تغيمي ثجماث يشود المثل مزوارو أين أخطر زيك مسا ترفاث جماعة زمرة عصبة قوية ذنتاث راكي يعيونن باش أتخذ مضايني الهان أتخذ مضى الصلاح وتسعود القيمة يري مذانا لو كان طفل مثلاقي أثنطبق في وسان بوسان نغسا لكن سايشي النفس سبحان الله وقاد يقواني جهدا تذوكولا باش يقوون أكثر وقاد يضعفا يرزن انفارقا باش الضعفن أكثر وضرزن أكثر ما كنقارن ذي قوال تمزيق الممزق تدمير المدمر تفريق المفرق يعني وقاذ يقوان ساكن سوالي ماشي داين نفرد يفنك يمذانا بريطانيا سيا فرنسا سيا طليان سيا امريكان سيا في موارثهم قرانين قوانت الزمان نسنت ولكن خدمت ثاذوكلين باش قوونت اكثر وسعونت الجهد اكثر باش ظلمنت اكثر وذ حقرنت اكثر وذ تشنت الخيرات للجناس اكثر ما تيمورا يضعفان يرزان يكشفان ثمورات سلمين
أرزنت وما زالت رزنت أكثر. أم كل يوث تتوالي تخميم تخطيط أمي كثرزول تماس باش أنو غالا ما كنقار ذي المثل أمي فاون في اللوح أنفضو أمي فاون في اللوح نغميني غمان ذي المثل واضح ميني غمان نغم تزلت في اللوح أفضان كل يوم وحدس. دايما ذي المقدمة انت ايش ثور الأحداث ماشي نقرأ ذي القراية ربي القوالي سناد قيوث الآية إن في سورة العمران إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. القرحة قدنا ربي سبحانه ذي الدواء في كثير دي الأمة إنها كتجرحم وتقرحم وتضرم وذي عدي في اللون الباطل إلى آخره، ولكن أمة سلمت أمة لا تموت جامع تمث أبدا. ربي سبحانه في كاد الرماد الدواوي إنه والد كان رذفيرة شو قادا في مزورة، ولكن ماشي نتوالي غير ذفير أم بعد نقيم كان ذي ذفير إما نستحضر النكسات والصدمات والهزائم إذا غنفشل أسيني يضرى خسارة نفشل إن غادي نتمكتي ذا التاريخ المشرق نستحضر التاريخ المشرق المضيء الرائع الحضارة الزاهرة التي أقامتها أمتنا والسنيسي الهان. هذا غنقيم زهوذين نستحضر الأمجاد ولا نبني أمجادا، نستحضر التاريخ المشرق ولا نسجل ولا نبني تاريخا مشرقا أو حاضرا ومستقبلا مشرقا إلى آخره. أنشتاقي خلل. طيب ماذا نتولي ذا السنة كذا ينتظران أعقذنا كوين سلمان حجة دين سلمان، ولكن آذاو ذاذاو ماشي ذاين السنة ديني ولا قاعذا، ولكن هذا مربي نثيد ونسحره دينيني آذاو ذاذاو. أدف تغيون بوال كان الآيات وسنتد ذي سورة الممتحنة أوائل سورة الممتحنة ربينا يا أيها الذين آمنوا المؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. المدينة إن يثقفوكم مركن طفن يمكنون منكم أكون زمنا وكن طفن يا ذاون اني خدم ثاذا وثيا ربي قبلت خدمني من الأمة مو وليت كان الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم ربنا يا ذاوني ذا ذاون نون يزوارد وقال يخدم ثاذا وثيا ربي بلا سبب، خاطر ممكن العداوات بين البشر تكون لها أسباب تفضيون روايسايون ذا وسان السباث سان خلاف سان السباث إما تفضيون يا عجبا إيران ربي سبحانه ذا ذويس. لذلك ربي يسد الآية جيناد لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شوف بلاغة دقة القرآن اللفظ القرآني تلقون أي بلا وعي أتفضيون يتساك ثيجماس ماشي يجماس يواذاو يتساك ثساس المحباس الحمالاس ماشي يجماس ينسلم خاطي يواذاو وقرب في حقه تلقون بلا وعي تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فرنس الحق ديوسان أمتين سلم ثالمدينة في الأخير إن يثقفوكم مراكن طفن الزمرناوان يكونوا لكم أعداء أد سفغن ثاذا وثنسن أكثر
ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. الأيدي ذاك كما قال علماء التفسير رمز إلى القوة المادية العسكرية، أسخذ من الجهد، القوة العسكر، التكنولوجيا الحربية، إسعان الصواريخ، الدبابات، سجني، سي البحور، ذي الفر، ذي من كل مكان إلى آخره. وألسنتكم ذاك رمز إلى القوة الإعلامية، القوة الإعلامية أين يعني الإعلام، أين يعني التشويه، أين يعني يوك تمثال يخدم ذي الأمة، ذي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ذي الإسلام إلى آخره. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. للطب دي الطب ذا شو يصير من الكافر أنو غلا منسى. وقيت القرآن الكريم ماشي ذوال الرب سبحانه إنك يسيري من الكفار، سيري من الكفار الطمع نسلم قرآن، الاسبوار نسلم قرآن أنو غلا من اثنين، وما نو غلا من اثنين ثلاث. لذلك ربي ذي الآيات يضينات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ورضون في اللون لا اليهود ولا النصارى ألا ما تفهم أفريد نسن أتجم الدين نون وتدعم الدين نسن محرف. شو دني غسال في الله مسلمين الآيات ثورة ذا نفهم ذا شو السر خاطر كواس تصدي ولوري فيها مارثي مثال شنو يا عجبا ما إلا ذي الحيوان يسانا زال ذي الدين الحيوان ربي سبحانه يسمح سيون إمي يفكى أمان يكسس فذيون ذاق جون أكرمكم الله كلب يفادي يفوذ يصبغ الفير يفكى يسدى أمان يكسس فذ ربي فياس. ذي المقابل ثمطوثني طفن ثمشيش قطا غيرا ذوق خامس تحبسيت وستفكي القوث وستجي تعيش سي الخير الدونيث سيدي القاع ربي سبحانه اسيس شمل جهنم. كندير الحديث دخلت امراه النار فيه هره ربطتها الى اخر الحديث. حديث وايض النبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه غادي يسو فروخ عصفور افروخ يتفرفيرن هذه الشتية ربي سبحانه يسد الحديث كلمه عجه دي الحديث النبوي عجه معناه الشتية استغري خاطر لاش الشكايه ينادي الريكلامين غادي هذه سوسمي الا واحد غادي سوغان عدا فلاس الباطل اثير في الشكواينس هذه الشتيه ربي سبحانه استغرين سوغان. الحديث نيك عجه افرخ ني نغاو مذان ذي الدونيث ينغاث كان ماشي باش هذه السلفه اذا السيس هذه السنفايس ينغاث باستون غادي ساعدي الوقت غادي زهو نغاشو وكادي الشتي يوم القيامه غاسيني يا ربي سبحانه يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. السين يا ربي الفلاني ينغي باش هذه ساعدي الوقت باش هذه الزهو وينغار باش هذه يتشما إلا غادي الفايدة اسمعليش خاطر فروخ يخلقه يسخريف ربي سبحانه يمذانا نكوني ذكواس العيد هذا انتظر ماشي اللي نضحكوا ذكواس العيد أو كذا المؤمنين الأمة يفغنا تساعدي العيد القرآن العيد ثم قرأت يوم الحج الأكبر يسمى ربي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر. أما السيد عرفة تسكن إذا عيد ثم قرأت عيد الأضحى أي نسلم نزلوني خرفيا خرارا نزقارا نكون نزلوا أمذان أثن الشنق شنقا. طيب ذاكي يتفهم يتمثل فغادنيني هندث الدين هندث المسيحيه غندث اليهوديه غندث الانسانيه على الاقل شويه الانسانيه باش مثلا الجرح ضرر تسس نغ المشاعريس الى اخره. ماذا الحجاج لا كان سن هديويه هو قال تحجوني قارن لبيك اللهم لبيك ياكل الامه الاسلاميه تحضر من خلال ممثليها الحجاج أما سي الصين أما سي اليابان أما سي أمريكان سي فرنسا سي مصر سي الجزائر سي السعودي ذي كل مكان إلا لو قال يحج مذينا أساقات حج ما تزلون ذي الأضحية لا أخذ نفك هدية ثم قرانت اللي هو أنشنق الرئيس الراحل رحمه الله رئيس العراقي صدام حسين. طيب ثقي سعد ثم قرانت دار ثم قرانت معنى الامريكان اكل الصهيونيه اكل العملاء نسني ذي العراق اكا يفغان
باش اتبرد النقاط اسم التسنسن الى قد جن الشامة باش من كل عيد ينسلم دي مشتي الخاطئ دي مشتي الحدث ثقي قضية الإهانة قضية العدوان الطغيان يعني ذي التاريخ جامي ذرا وين يظهران هو لكن هذه هي الأمة ثم الأمة شا تخدم الدورة الآية في تفسير ثورة ربي الناد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس باش الأمة تستنبط السنن تفهم السنن تستنبط العبر تفهم الدروس إلى قد تفهم تسيني سوالي تسيني قارن التاريخ القراءة يصح القراءة للاتعاظ الاعتبار ونتسيني ما كدينا سيدي علي كرم الله وجهه ما أكثر العبر وأقل الاعتبار العبر كثرت ولكن الاعتبار قليل تكمل الآية فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أولا نقطة مزوروث تجذير من ترسيخ مفهوم الأمة باش يسارك العقلية وكارتي الحومة معليش نسعوا العقلية وباطمة العقلية الحومة العقلية وكارتي بذروم نتدرس ولكن الإسلام يبغى يسالي النيفو إنك المراد كل هانت ولكن نرنوثاس ديال الدرجة أتسعوا مفهوم الأمة النادي الدرسني عدن الأخوة ربي القرآن يناد إنما المؤمنون إخوة يكون قارن لا إله إلا الله محمد رسول الله ذات ذجمتنا ذي الإسلام أمرار أم قرآن راه ينفع ذي الدنيا ثمان في كاس زال وراه ينفع ذي الآخر أندا أذي الزمن كي مرارا أما ذي الأبوة يرفس دميس أما ذي الأمومة يرثى يماتك ذي الليس أما ذي الأخوة يذمن أما ذي العمومة أما ذي الأخوة يبقى ذي الزمن مرارا أدي قمسي وايون بمرار ثيمات ذي الدين ثيمات ذي الإسلام. طيب أدنفك بعض الآيات يغدي في جنب بلاق الأمة تتجذر تترسخ فينا مفهوم الأمة إلى قد الزوذ هنا ذا شوث بعض الآيات يوث الآية ربي الناد سورة البقرة آية 143 وكذلك جعلناكم أمة ودينا ذا ذرو من تسدرتنا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا سلسلة الآية مزورف الآية في سنة ربي الناد في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة يجنون أمة يوث أمة واحدة ربها واحد ما كنسينا ونسفروا إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أو سألتم عن نبي فهو رسول كريم أو سألتم عن كتابي فهو قرآن عظيم أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. أمة يوث الآية ثلاثة في ثلاثة في سورة المؤمنون الآية 52 40 ناد وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك الآيات تجذر ترسخ تكرس مفهوم الأمة إلى قم كل يوم أذي حلفو أذي ضرب اللي نتسغث نعوض في جسم جو الكيان الجثة مقارنة اسم الجثة أمة كيان الأمة الإسلامية. طيب الأمة يجين غاية مثل أمة رسالية ماشي كان يعني بعض العلماء قالش أمة حضارة أمة حضارية ولكن الأعمق من ذلك أمة رسالية سعى رسالة في هذه الحياة. الرسالة ينسي امتداد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يدينا ربي يقول الآية في حقه إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذا الرحمة إذ خلقت مرة ماشي الأمة مثل جهد مثل قوة مثل ذوك اللي باش تحقر باش تظلم باش تنغوي أبدا خاطر الأمة تدرك باللي ياك خلقت مرة شريكنا غسين يمران ذي قرانا ولا ماشي ذي نسلمن الشريكنا غسين يمران ذي قرانا يوم بمران قرنس النسب
يعني يولد الخلق يولو خلق غادي خلقا نكون تخلقيت مرة نتصل أكن ما إلا نجتمع في هذا الخلق الأصل المشترك. وكذلك في النسب يعني الآدم وكذا حواء ونبي الصلاة والسلام يناد كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب ثم يثمثن أنفذ نقطة السناث. ثانيا مقومات وحدة الأمة. ذا شو ثم تركيزين في ثبنا وحدة الأمة أكن سيدنا ربي ذنبي صلى الله عليه وسلم أعطاسن تركيزين تم زواروث ذا شوت وحدة الدين أو وحدة المرجعية الدينية. الدين يون يا ربي الحمد لله الدين يون يشركها الدين الإسلام. ربي يناد إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران الآية 19 وينذر في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ولاد يوين الدين وايا ماشي في الإسلام سيدي ربي يقبل لنا يرني واذي ليس الخاسرين. في الآية طايف الناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أقول ربي من بعد لقاء تطفم ذي الدين نون الموت نون تمثم الدين سلما إلى قولان قار ودي فرنس كيما ونون أدي فغ لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ثراد نغال بعض الآيات وبعض الأحاديث نظن إذا هضرن في وحدة الأمة. نغد الآية إن الدين عند الله الإسلام. نغد الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. زمان درنو ذا الآية ثالث ربي الناد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أي نسلمن أطفث ذو قمرار السلاش أكن مثلا تلقى سورة العمران الآية 103 أطفث ذو قمرار السلاش أي نسلمن يا الأمة وفرق ثرى وتسبل قاتل ممزقين نغ موزعين نغ مفرقين. طيب الزمرة دنيني الركنة قام زوارون ثاركيس تاقي ثم زوارو ثم طفذكس سيدنا ربي يكتب كل أين الهان. سيدنا عمر يدي يبوال إنك كنا أذلة سمينا دي الجاهلية دي الكفر إنك نلا مثلولي كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد نفهم ذي القاعدة دين سيدنا عمر خلاصة مركزة إنك نلا مثلولي ونسار القيم ونسار الزال ولكن اسم ديول يسار الإسلام يرفض الشان يريغ ذي مثال نساء القيمة أمة نساء العزة نساء القيمة ولكن من فغى العزة عند النظام هو العياذ بالله سيدي ربو يكتب العزة أغي يكتب الانكسار أغي يكسر الانتصار وغدي يفك الانكسار. زمن الدين ذا أيضا تجري وحدة الأمة وحدة الأمة وحدة الدين وحدة المرجعية الدينية من طفذ الوحدة هذه الدين جاي مثلا أغي يفك من الحضارة خطر. سيدنا إلى ينقرس ابن خلدون معروف العلامة ابن خلدون إن قد تعيش أمة من الأمم يوسي الأمم ثياب أتعيش سيوث الفلسفة سيون بفريد وايض أتسع غزال شوية بوزالة ديسواس أتروح كي قال الشيخ الغزالي تطير حينا وتسقط أحيانا ولكن أمة العرب هن لا وقيمة لهم إلا بدين ولا حياة لهم إلا بدين. بل قنفهم ثمسة تقي حتى الحضارة النغ من فغت نفنو ذي الدنيا ثبسة إلى قنزر بلي الساسيس ذي الدين. ترك استثناث وحدة التاريخ. التاريخ يون سقاس مديوسا الإسلام الميدسة يشارك التاريخ يثمثل التاريخ المشرق التاريخ المضيء التاريخ غدي يفكان عندي لا غين يلهان عند خلقيت مرة استعرف باللي ثعاش ذي الهنا ثعاش ذي السعادة مثل الريادة القيادة ذك فوسن الأمة ثين سلمت ولاد الأديان ثيض تعيشين ذي الهنا خاطر ربي الناس لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا غدين يناسن القرآن ياسن لكم دينكم ولي دين ذا يهودي ذا نصراني أمكم هذه خدم الدين نورمال. سيدنا عمر الخطاب اسمي يفتح القدس الشريف اسمي يفتح إلا داخل بيت المقدس من بعد الشيخ ثزائر زاليث رفع الأذان إن يصل القسيسني الزال سيدنا عمر الزال عمر قال لك نورمال الزال ديال الكنيسة كنيسة اسمها كنيسة القيامة أكبر كنيسة النصارى. سيدنا عمر يا سلام
لو كان الظل داخل الكنيسة يا جنوان أداس ويا ظفيرين أتهدان وكنت سكسان إلى آخره أسنين. سيدنا عمر الزلذة الفاتح عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكون تغان النغ ولكن يفهم يصزل ذي فرا يزول ذي فرا باش أدنيني تخلقيت مرة غاية مثلا أدشهد باللي ذي التاريخ جنس المن إمزورة عاش ذي الهنا عاش ذي الراحة عاش ذي السعادة ولكن نكوني من غرض تاريخ النغ. أما التاريخ المشرق نيلهان نستنبط منه العبر إلى كان زرم كيكتب ربي تمكين الأمة ذي التاريخ مزوارو المذفع عن الدين المذفرنا في رذن الإسلام طريق المستقيم. إذا غير هذا التاريخ الحزين إلا التاريخ الكئيب إلا وان دلنت النكسات لنت الإصابات لنت المزوقات لن العدوانات عذاوث وري فهموا وري تشموا وري تعاونوا من بعد سيدي ربي يفكيس الانكسار بعد الانتصار يفكيس الهزيمة بعد النصر الممكن بعد النصر الكبير العظيم. طيب فهاد اللغة ثركستيس ثلاثة وحدة المصير مصيرنا مشترك أي مثل الأمة مقصودة بمجموعها. الحضارة الغربية بوساعدة ونجي مقارنة ما الصهيونية ما الأمريكان ما الإنجليز ما يوكي ما وكذا كي مرة الصليبيون القدماء والجدد ورقصي ذلك هذا الدنيا وتنتمورت نغاد طفن القدس وحداس نغاد طفن فلسطين وحداس نغاد العراق وحداس ابدا نيثن هدف السن الذل الامه اذهدن الامه باش تقري راك القيمه نغاد تسعوا الشام في الدنيا باسا. اذا مصيرنا مشترك من ولاو تنتمورت تعدى الفلاس وسنقرا كوني خاطينا تبعد فلانا ان متشكل ما لا ولاش ولكن كاين يسلكها نغنكيني مناغ ابدا اطلاقا اكن من لا ينتظرنا مصير مشترك. لذلك الامه الى قد تدقس الى قد تكون الى قد تنتبه. طيب ركزتي 4 وحده الهدف. الامه النغمه كدنيا قبل حين امه تسعى الاهداف. الهدف من القران تحقيق الأستاذية على العالم تبليغ الرسالة خاطر أمة رسالة. الأمة تسعى الهدف أما يون ذينا غنسعى الهدف كاين كيف غير هذا ربي هذا غير رضوان سيدي ربي وهذاك الشيء الجنة هذا ذا الأمة يجي نسعى الهدف واحد تحقيق رضوان الله باش ربي يرضو فلنا باش نحقق عندنا ربي القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا عجبا ترى الأمة الحالية الوضعية زعما تساقيت الأمة التي أخرجت للناس. صحيح هي الأمة تسعى الأصول ما كدني في البداية أمة لا تموت قد تسقط ولكنها لا تضمحل لا تنتهي لا تموت أبدا لفذات تثبت إن شاء الله تعالى. ثم المبشرات عند القرآن الكريم أطاس والمبشرات عند الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أطاس إدينا بالأمة قاسيك ربي التمكين ولكن كنا نجتهد باش نحقق ولو جزءا من التمكين ذي ثذرتنا ذي الحياة. طيب نغد الآية واسدعوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة يجيلك تحقق هذه الشهادة على الناس ولكن سوا شو التدين الالتزام الحضارة التمكين التقدم التكنولوجيا يكون الأمور كي مرة باش تصوض إلى مستوى الشهادة. ما الأمة غاذ أمة أبسنت غائبة ذي كل مجال من بعد كاين خير أمة أبدا. ثم قفلت تنفع وياض خاطر الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس التزوير التنفع إيمانيس. طيب المقوم أنقروا 5 وحدة العقبات التحديات. يا أخي قارن ذي المثل إن المصائب تجمع المصابين. ما دغلك المصيبة في مذانا في شركة المصيبة هذا غتفضل 90 ذو كلي هذا الدكل هذا معاون سي المصيبة يوثي دغين فلانا إلا قال ميحمال إلا قال الدكل إلا قافوس دكفوس باش نفغسي الميزيريا نغسي المحنا يدغلين فلانا. ذاك ترى الأمة يثمثان بارمي في مسيلة قد تردي الباليس وغورني تعيش الأمة كيف أما ذي الجزائر أما ذي السعودية أما ذي مصر أما ذي تونس أما ذي العراق أما ذي لبنان ذي كل مكان مادام غورنا كي تعيشي كيف إلا قاص ذكلا
زرما يثمثلو قد يشفان ذي الوقت الثورة إمي الأعذوية لا فرنسا اللي ثمورثنا ساعة مثاذو كلي تسمع وانام ثرف مراية الجهاد راية الله أكبر تساذو كلي ساعة مثايمة ساعة من الأخوة إذا ثور المحنانية أساقت تعيشيت ولكن بشكل آخر بل بشكل أخطر خطر هذه المرة الأمة يكون مقصودة في وجودها في دينها في عقيدتها. طيب وغور نتعيشي يطاس أدنفذر بعض بوغور نتعيشي وغور مزوارو التحدي الصهيوني يقيث مثلا أذواقي ذو غورا مقران يتعيشي الأمة الصهيونية سايون الشعار حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل تبغى تكس المقدسة النا غتستعدي في المقدسة النا ثب القدس الشريف فلسطين تبغى تسوي أكثر تبغى تذل الأمة تبغى تنغى الأمة إلى آخره. الصهيونية خطر كبير إلى قم كل نسلم هذه زر وهذه الدقس وهذه يخي وهذه زر هذا واقي مقرن يخدم المشاريع في مقرنين على رأسها مشروع السلام المزعوم مشروع التطبيع إلى آخره ياكل مشاريع نسن باش هدن الأمة أتفضل أكثر بين تفضى. باختصار كان على كل حال نسعى التحدي والسين وهور والسين التحدي الصليبي التنصيري. والله الصليبية غاية مثل العالمية مازال تحقد في اللنا مازال في فغاية الباطل أكا على مثل غير الدونيس خاطر بدين القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الانتصارات نتاع الفاتحين الأوائل منهم صلاح الدين الأيوبي الكردي أطاس نساع الزعماء نساع العلماء نساع يمسناون يمذيازن يرقازن أثني في الحرماء يعارضين الله يبارك لنا الخير ولكن نثنيين كسادن ذيك السن الساف غانا در نتصار وذي المحال مثل قرن التاريخ وجمعت فيهم التاريخ نسن نكون وها ربي ذا غير نعتبر إلى قن فنو المجد في الأمجد دجاني مزورة ماشي نحكو كان سي حكايين إلا عمر بن الخطاب إلا صلاح الدين الأيوبي إلا فلان صلاح الدين بالمناسبة ذي الوقت الني ويتصلصارة من تصلصة ويتصلصارة لأن الفناني أشي متصلصارة الناس والله السحاغ هذا التصلصاغ القدس مازال يجري فاسن الصليبيين إني لا أستحي أن يراني الله ضاحكا استحغي ديوالي ربي سبحانه وتعالى والقدس في يد الصليبيين. طيب نسعى دائما في التحدي التنصيرين الصليبي أيضا خذ منهم يقارن حملات التنصير حملات التنصير سعان دراسات على الأمة الإسلامية على سبيل المثال إلى المؤتمر كلورادو في أمريكا 1978 النجمان ديال المسيحيين مقرانين 40 دراسة قدمت دراسات مستفيضة عن الأمة المسلمة دراسات مستفيضة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا إعلاميا جميع المجالات غرانا اليروتور فينا ياخذ من 40 دراسة 40 ماشي وثنا سنات من بعد ذينا امسفامن باش ناخذ من يول المعهد ذا مقران سمانا معهد زويمر اسمه كيفيون من عتاة المنصرين الصليبيين مقرانا اسمه زويمر المعهد دا كيلان سيتو كاش يخدم ادي السفو غادي تفورمي يركزن القساوسه اريخ دي سبيسياليست دي زيكسبير خبراء في التنصير كليون ثمورت معينه كشي نروح على السودان كشي نروح على الجزائر كشي نروح على السعودي كشي نروح على مصر على تونس فضانت نفرقنتنا باش نخدم المشروع نسن باش هذا قسم ديننا والزرع دين نسن المحرف. ثم التحدي ويض تحدي التخلف هكذا غتاقل رئيس الامه ودنقال الام ساره بوادر نهضه الصعبه بوادر نهضه ولا قرنايس ابدا ولكن عموما سعى صبغة التخلف في جميع المجالات تخلف سياسي هناك فساد سياسي تخلف اقتصادي تخلف اجتماعي تخلف ثقافي إعلامي تكنولوجي في جميع المجالات ثلاث تخلف ولا شرق مذا نقارناش اشي من ثين سلم نوغالنا الذفير الديني ثني راناكا
ذي مسلم ذي الاسلام ثنيران ذي نقورا اكيد في كدايل وايض اكيد تان امريكان ماشي سنسنت ولكن تبضان تبوض ساقور تبوض رديهين الى اخره لان بعض ينسلمن ونفهم راه تمثال توكل خن بوينت يرفريد قارناس ايوه ما تبغى اتقدم اتفنيض لا سيفيليزاسيون الى قد تجد الدين ابدا الى قد فهمت مساله كيف مثلا التخلف من اسبابه الكبرى البعد عن الدين من هذا في الدين. طيب تحدي ويفضل تحدي العولمه كيف مثلا موندياليزاسيون قران تسمتي هكان سيد باش غطفنا اكثر باش حقرنا اكثر ظلمنا اكثر هذا ما كان بسط فرض هيمنه في جميع المجالات الا غطفنا اكثر الجانب السياسي ديال الاقتصاد ديال الاجتماع ديال الثقافه ديال الاعلام باش هذا حقرنا اكثر وذا الزمرن اكثر ذا الامه الى تنتبه ودنقرا الامه الزمره سكتوجه العلماء مباشره ابدا على الاقل تتكيف تستثمر الايجابيات تسعى لي زافونتاج تداوي ذا تتفادى السلبيات تتكتل الى قد تسعوا القوه الى قد تجتمع وتسعوا هذوك باش تسعوا القيمه باش تسعوا ازال التحدي نقارو ذا شوث تحدي التمزق جاي مثلا يرويخ ولاش ثبورثي وسعن يسيد يكشم واذاو ام فطون غان فاروق اغي يفضو ديفيزي هذا غي فرق باش هذه ميتريزي اكثر باش هذه غير ختم اكثر تو سامبلومون ذا كان صافي مادام نزر ثبورثي من ثم قرانت يسير ديك من واذاو ذا التحدي ياكي نتمزق اما قلا متمزقين الى اندكل ثلاث مثلا ثالثا نقطه ثلاثه الدعوه الى الوحده والنهي عن التفرق والتمزق وقيل العنوان وثلاثه ذا قيث ماده وكان بعض الايات بعض الاحاديث ليس الايه ربي سبحانه يناد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اثن الايه سوره ال عمران الايه 103 اطفث قمران ربي سبحانه دوكلث سعوث ذوكلي ولا قالت تفضم ولا قالت تفرقم ولا ما تعمل الاختلافات وليس نسعنا الاختلافات وكذا يغضب دين الباطل سعى الاختلافات هي بكل شيء ولكن سعان مصالح كبرى دوك الفلاس نتايا نكونين غير شركين اكثر بين غير فرقا كما كاين السلم غاس مخالف ذي ذاس نهضر ديال الواس ديال الدروس كاين فقه السنه فقه الاختلاف ولا قال الخلاف هذه صب سي العقل هذه يروح سلاون الى قولونا ديال الفذاز الديث الفذا الصفان انسوثا كما تنسوثا ذوكلي ماذا الخلافات العلميه الفقهيه عند المخالف نورمال وتتسول الخير وتتسول الخير ربي القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 237 يناد ولا تنسوا الفضل بينكم وثلاثة الفضل يكون الشركين في الآية ثايض ربي ند وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سورة الأنفال آية 46 ينادى ربي سبحانه ضعف ربي ضعف النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالت مخلف ما تفشلم أتغال ما كن يروح القوة وكن يروح الجهد أتضعفم في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف ماذا الأحاديث تصيق الآن نقل نوض الأحاديث الآية مهمة جدا إلى سيد ربي في سورة التوبة الآية 71 ربي ناد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنين كذ المؤمنات إلى قد سعون رابطة الولاء كل يوم ذي سعو الولاء رجماس ماشي ذي هدي جماس ولكن ذي حمل جماس وذي سعو ذكلي أكذ جماس. طيب أم بعد مثل الأحاديث تصيق الآن أختار منها بعضها ربي النبي صلى الله عليه وسلم يناد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم يناد المؤمن غير المؤمن أم الفنين يدو كلنا تفضل الحيضة كذفيري سمحتي داخل يصير لا رمل لا السيمان لا نوامان لا وزان لا يغار الحيض يجهد يزمر في قابل المحنة يزمر في قابل كل شيء يسعى القوة يسعى الجهد وقيل تشبيه خاطر النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الحديث تشبيه باش هذي يقرب باش نفهم مكان نسعوا الجهد من اللغم البنيان يشد بعضه بعضا ام كل يوم في الجهد وايض الى الحديث وايض ان كاين سلم سلام ام سين فسن ويزيز ديوا كاليدين تغسل احداهما الاخرى سمحتي ما الا وفوسيك يومس اترزق البمان
ودي تفغار زدي، ولكن إلا قاس أفوس وايض أفوس يفوس دو فوس ظلماض ويزيز ديوا ويزي سيري دوا ماشي ويسامسوا. الحديث أنقارو يناد في الصلاة والسلام حديث السفغي الإمام البخاري أو كذا الإمام مسلم يناد مثل المؤمنين لمثل نسن في توادهم ذي المحبة الحمال نسن وتراحمهم الرحمة اثني شريكين وتعاطفهم الرفقة الشفقة اثني شريكين كمثل الجسد أم يوث الجسام أم يوث البنادم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني ناكم يوث الجسد أم يوث ذكناغ ما تقرحي ثوغ مستيس أتافض ثولة السفرة العقلية يهلكياك الجسد ينساك ويهلك مرة أكن ما إلا والسقارة كان ثوغ مستيو. الحديث يثمثان مثل كيوث تمورسي ثمورة سلمان إلى قان هلكك من لا إلى قان تألم إلى قان غيظ الحال وهكذا. أخيرا نقطة ثنقاروث رابعا خلاصات. ذي الخلاصة تاقي أديني غايث مثلا غاس الأمة تعيشين يرو السام غاس الأمة تعيشين يوغور نطاس، ولكن الأمة يكتبس ربي سبحانه ويفكاس ربي القيمة يكتبس ربي الخيرية، والأمة يجي لا تضيع ولا تموت، ولكن باش تفد أتسعو وزال ذي الدنيا تبسا إلى قاس كران تمثال ذي الخلاصات ثم زواروث الاعتصام بالوحي الأعلى والتمسك بعروة الدين الوثقى وتمتين الولاء للإسلام في عقائدنا وشرائعنا وشعائرنا. باختصار شو المعنى يس إلى الأمة تتفخر ذي الدين الإسلام في السناث معرفة خطورة التحديات وتصنيف الأعداء. إلى قال الأمة تزرق التحديات قد نهضر نفذرد بعضا منها إلى قال نزرو قوري تعيش الأمة ذا وثيارنا غيث مثلا والله مثلها ذا وثيارنا غير قات نكس قولاون النغ أبدا ما إلا مازال تربي ذا وثيارنا أمشي راه ينصر بيث مثلا ولا خرا يغاض الحال ولا ما إلا يجماك ينسلم يغاضيك الحال في ثمسات ثم خلف ذي ذاس سيتقنع الصرايش مور اقتنع راه تجيث وثتسيارا امرارا مقران يكوني شركا ماذا عذوني مقرانا خاطر من ساعه هذا وثيارانا هانتسو يا عذوني مقرانا يدينا ربي تقول داوود الاياني في اوائل سوره الممتحنه ينادى ربي سبحانه الممتحنه إن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقاذني لنا ربي ذا مزور بعد ذا الامه تاذوث. في ثلاثة الخلاصة في ثلاثة تجميع جهود أبناء الأمة وحشد القوى قوى الأمة ستدرس الأمة سعى القوة سعى الله يبارك عرضيا يرقازني مسناون العلماء مذيازن سعى الخير ذم قران يرقازن يرثلاوين الخير أربح. لازم تجميع هذه الجهود هذه القوى ولا قرث تنفضوا. في رابعة استثمار موارد الأمة وطاقاتها ربي في كاس داغ الخير الدو ثمورث الني ثمورث ثمورث يديفك ربي الأمة ثمورث تقرز ثلها الصاغي الروجن أوها ربي ذا الحكامة ديالها ربي باش الخيرات ثاقي أثنفنوني الديني لصلاح الأمة ماشي ضد الأمة. في رابعة في خمسة معرفة مواطن الخلل وعقد العزيمة على معالجتها. إلى قنزر أن دا يكون نهلك لهلاكة دا نهلك إلى قد نزر وثنحصو وإلى قد نجفذ دواوين سنسيد دين النغ ونذوي من نغ أسني من ذي وإيمان نغس الإسلام رب غيفك الانتصار بعد الانكسار وغيفك رب النصر بعد الهزيمة ودي هذا رب الأمة إلى طريق الله المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له
بالنور والإسلام